أهلا خوتي وسهلا خوتي خواتاتي. خواتاتي. اليوم جبت لكم بزاف ديال خبيره الناس من اللي القاع كيقولوا علاش الخبير. باقيين مشادين في القضيه ديال الملك الزوج صافي ديال نساوها الام وسدوا ديال هذاك الملك الموضوع. الله يرحمها لكن هذا كشف الموضوع راه ما خصوش المستور لان هذا وكشف الموضوع كيهمك معطيات انت ليا وولدك خطيره على وانا ام ملك واختي اولا وامي واي سميه. واحد فينا كيهمنا. سميه اللي كان عندها علاش؟ لان الصالون حنا اللي هادشي اللي كانت عندها كنهضروا عليه علاقه مع خطير بزاف 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 البرلماني، بزاف. يعني علاش راكبه في الام راسكم. كتكون جالسه في الدار وبنتها والمشكله دايره انه تيك توك قال ان وداخله هذاك مثلا الصالون اللي كان الغرفه عندها ديالها اللي كانت تنعس كدير ديالها فيه وسد عليها والام القواده، جالسه كتفرج ونيبا لان على ما كانوا عرفاش كيجيو بنتها اشنو عندها كدير البنات داخل. منو دايره قادين هذا اللايفات الطق وجالسه ديال البنات كتبهرها وجالسه كيوصلوا كتشطح عندها، وجالسه وهي اللي حتى لما كتقودهم دارتش من اللايف هذا يعني في البرلماني الخاص وصحابهم، كيدخلوا عندها سواعده كيدخلوا وهي اللي اجيني كانت حنا كتصوب غندعموك ليهم غنصيفطوا لك وكتصيفطهم السبات عنده. الريالي نصيفط وكانت لنا حتى هي التصاور كتمشي عنده. ديالك هذا هو الدريه السبب كطمع على الطلاق الكونت ديالو، ديالها كتبدا مع تجيبوا قال فيه لك فلوس. انه كان كيكون الكونت التيك ناعس توك وكان يبدا يجيها يصيفطوا لها في الهدايا مكالمات من صافي. هذا البنات البرلماني كيتحليو كيقول لها معينين بزاف وكيخرجوا خاصني للطريق البنات، والام وهي لا ما كتنوض كايناش هنا. وكتخرج كتمشي الاب ما تتصل كاينش بهم حتى وكتمشي كتوقع شي للصالون مشكل عاد وكتحول كينوضوا لكم كيبكيو الزبير ويشكيو وتصب والمجتمع لهم والمغاربه ويجيو والسلطه ياخذوهم. عتقونا فكونا هادشي راه وقال بزاف. ان هذا الايام دارت القضيه وهذاك ديال الشيء اللي الملك دارت في فتحت بنات واحد الناس خرج المشكل ليها اللي في هو بنتها، كبير. لان فتحت مشكل السيده ان الام كيفاش كانت كتلعب على كتستغل بنات البنت الناس ديالها، وكتصيفطهم كيفاش الام للبرلماني، وكذلك انها انها كانت عارفه هي بنتها براسها غاديه عند كتمشي عنده. برلماني غاديه ملي تقصر هي حاشا صافي هكا ما يعني بقاش براها، قواده بهذا اشنو المعنى. دارت؟ ومشات زيدات له بنتها. وعارفه بنتها في غاديه والبنت حتى ديالها كتاب كانت الممات عاد عندها خرج على المغاربه علاقه اخوتي معاه المغاربه مع عتقوني. علاش المراه البرلماني، الاولى ملي عرفتي وكانت بنتك ماشي ما غير وقفتيش هي، ليها هي فين غاديه وبنات انت؟ اخرين اللي علاش كيمشيو وغادي عنده العيد ميلاد يلا غنمشي وكيديروا معاك معاه انا اللي تانا بغا. لعيد الميلاد. المهم اخوتي، هي هاد كانت مع عارفه الزوج او بنتها انها طليق غاديه ام تقصر ملك عند قال لك هي برلماني سبب ما غايه بنتها، لا وكيف عيد ما ميلاد دارت مع ولا بنات عيد الناس ميلادها. جاب الله اللي يدير في بنتها. فهمتوا؟ وان لان السيده هي اللي المريض خرجت اللي عليها حتى وانها طمعت الطليق طمعت ديالها بزاف بزاف يعني بزاف، سمعت لان انها راه الصالون فضحت قبل ما بزاف كانت الامور كتبقى باش باش تخلصوا. تخلصو هي حيتاش كان كانت عندها واحد الكراهه عليه. العلاقه مع اشنو دارت؟ البرلماني هذاك حيدت الشيء علاش الصالون البنت وولات زيدت بنتها عليه. هي اللي كتجيب الامهات اللي صحاباتها كيستغلوا وكيمشيو عند بناتكم اش البرلماني تقولوا وكيمشيو الله عند ناس ما عرفتش اخرين. فين غتحطوا. المهم ملي لان كانت ديك البنت راه كتستغل عطاها لك البنت، ربي لان البنت امانه ما يمكنش احسن انها تكون تربيه خدامه وصليها وعندها وحتى الطوموبيله تزوجها وتحطها في وعندها المعهد ديالها. الدار وعندها هذيك الساعه الفلوس ممكن وعندها انها تكون وعندها وعندها انتهت هادشي المهمه كله من ديالك، جهه اما اللي باش طاح لها من تستغليها السماء اش راه لا تستغلال يعقل. هادشي المهم ماشي اخوتي معقول. ما تنساوش من كنتمنى اللايكات انكم ديالكم تاخذوا والاشتراك، العبره من لاني القصه غادي ديال ان شاء الله الملك في نحطكم الحياه. جديد.